من كام يوم حصل معايا حاجة من أعجب ما يكون. عندي مشكلة داخلة في أكتر من 40 يوم، مش عارف ألاقي لها حل. كل يوم بحاول أحلها، مش عارف ألاقي لها حل. بس كل يوم بقعد أقول يا رب افرجها من عندك، يا رب إحنا غلبانين، يا رب عدانا، يا رب افتح لنا زاوية من عندك، يا رب. بس أنا جوه دماغي مش شايف لها فتحة. لحد ما يجي من كام يوم حبيبنا وصديقي أخويا أحمد أبو زيد، لقيته بعت لي فويس نوت بيقول لي إيه، أنا سايق دلوقتي ومش عارف إيه اللي جابك في بالي، فافتكرت لك الموقف الفلاني. موقف يعني ايه من ذوقه واخلاقه، يعني ايه شايف ان ليا فيه حاجه كويسه يعني. فبص شوف يعني ربنا يكتب لك اجر الموضوع ده كله وبتاع، وانت عامل ايه؟ فالحمد لله تمام. في العادي على فكره ما بقولش، بس كنت هنا فرعت له ايه، وعندي واحد اتنين تلاته اربعه في الشغل. قال لي ابشر الموضوع ده عند فلان يحلهولك. فانا للحظه كده، على فكره انا فلان ده بقالي كتير جدا ما اتكلمتش معاه، بس هقابله بكره عشان كنت داخل اساعد واحد صديقي في اجتماع، فهخش معاه الاجتماع كده يعني اسند معاه زي ما بيقولوا. فقال لي لا لا اسأل فلان هيظبط لك الموضوع ده، وفلان التاني برضو عارف الموضوع ده اسأله. فرحت رايح مكلم الراجل. وانا في العادي على فكره لو حد بقالي كتير قوي ما كلمتوش كده ممكن اتكسف ان انا ابعت له على فكره اطلب منه خدمه. طبيعتي يعني، مش حاجه صح بس دي طبيعتي يعني. فلولا بس ان انا عارف ان الراجل هيقابلني وبتاع، فالدنيا كانت سهله، فرحت داخل سأله. قال لي الإجابة ظبطت الحمد لله، والأمور المشكلة اللي أنا قاعد محتار فيها اتيسرت. هنا يجي السؤال، إيه اللي يسر الموضوع؟ مين اللي خلى الراجل ده أحمد في بلد وأنا في بلد؟ إيه اللي يخليه يبقى سايق بالليل يفتكرني فيبعت يسألني، فأنا أعمل حاجة عكس طبيعتي، أرتاح إن أنا أروح قايل له إن عندي مشكلة، فهو يقول لي مع فلان، ويبقى فلان ده أنا أصلا هقابله تاني يوم بعد مثلا 8 9 شهور ما بنتكلمش أصلا. ما هذا التدبير؟ إنه هو اللطيف الخبير. لازم تبقى فاهم إن الإنسان المؤمن بالله ما ينفعش يشوف الدنيا قفلت، ما ينفعش تقول عليها قفلت. هي الله سبحانه وتعالى لم يأذن لها أن تيسر لعلم وحكمة من عنده. لكن ما فيش حاجة اسمها عشان أنا مش عارف لها حل يبقى هي ملهاش حل، إن هي ما لا. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يخلق لك حلا، إنه يبدل الدنيا في ثانية، وإنه يغير المقادير في ثانية، وإنه يخلق شيء في ثانية. فلما تيجي تدعي ربنا، انا على فكره يعني طبعا كل الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. كل الشكر لاخويا احمد والناس والراجل اللي جاوبني وكل الدنيا. بس الحقيقي الحمد لله رب العالمين، لان انا عارف ان هي اتفكت بان انا، عشان انا كل يوم كنت قاعد بقول له يا رب، انا حمار ما بفهمش يا رب بس فكها من عندك، انا مش عارف اجيبها منين بس يا رب فكها من عندك. فيقدر الاقدار عشان تتفك في زاوية، ما هو يعني يرسل أسبابه، ولكن يجب أن يعي الإنسان أنها أسبابه سبحانه وبحمده. فمهما كان اللي أنت فيه، لا تمل الدعاء ولا تمل الطلب، ولا تستسهل الاستشارة. أنا بقول لك وأنا مشكلة حالة باستشارة، بس لازم تبقى عارف الدعاء قبل الاستشارة عشان ربنا يسخر لك الناس، ويكون يقينك وظنك في الدعاء أكثر من يقينك وظنك في الاستشارة بتاعت الناس. أن تستشير وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر لك الأمر. ممكن تستشير أوحش واحد ما بيفهمش، بس أنت يقول لك إجابة صح. ليه؟ عشان ربنا هو اللي يسر لك إنك الموضوع ده يتسهل أو يتحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يوفقنا، وأن يعني يرزقنا حسن التوكل عليه والدعاء المستمر. الدعاء ده أكبر نعمة الإنسان يعني ربنا ممكن يرزقه بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ذكره ودعاءه يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم.